الله على الجمال، شايفين الحلاوه؟ بصوا بقى، صينيه فراخ كده من الاخر. بتاكلوها بقى مع اي حاجه، ممكن تاكلوها مع عيش وطحينه، ممكن تاكلوها مع رز بسمتي، وممكن تاكلوها مع المكرونه. تعالوا بينا نشوف هنعملها ازاي ونقول بسم الله وعلى بركه الله. اول حاجه حطيت في الكبه بصل وطماطم وفلفل اخضر، لو في فلفل احمر حطه بيبقى طعمه حلو جدا. بعد كده البهارات، ملح وفلفل اسود وشويه قرفه، بابريكا، بهارات فراخ، شويه سماق، بجد السماق بيدي طعم حلو جدا، وشويه كركم صغيرين. حطيت عليهم كمان عصره من الليمون، يعني ليمونيه كده صغيره. تمام، قلبت كويس جدا. لو كان في دبس رمان كنت حطيت دبس رمان. هي دي بس التتبيله، ما فيهاش اي حاجه وسهله جدا. بعد كده بقى هجيب الفراخ، اكون نقعها في محلول نقع وغسلها كويس جدا. وبعد كده هبدا اللي انا اتبل بيها الفراخ. محلول نقع سريع كده هقوله لكم، عباره عن ميه وسكر وملح وليمون. بعد كده حطيتها كده، ولو تتبل من قبلها بيوم بتبقى حلوه جدا. لو عملتها على طول، يومها عملتها على طول برضو تحفه قوي قوي. لو عايزين تدخلوها الفرن تدخلوها الفرن، بس انا ما حطيتهاش في الفرن، فهزود لها كوبايه صغيره من الميه. وزي ما انتم شايفين كده حطيتها على البوتاجاز من فوق. بعد كده اديتها وش في الشوايه من تحت. لو عايزين تحطوا لها فحمه حطوا لها فحمه. بس كده وتاكلوا احلى فراخ. اكتبوا لي بقى التريكات بتاعتكم ايه في الفراخ المشويه، او طرق جديده للفراخ نعملها مع بعض برضو. اكتبوها لي في الكومنتات. ولو وصلتوا لهنا ما تنسوش تكتبوا لي بتتابعوني منين، ولو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني. انا ساره جمال من بورسعيد. باي باي حلوين.